في ظل تزايد الحديث عن كأس إفريقيا المقبلة وتداول العديد من التوقعات حول المنتخبات المرشحة للتتويج، أدلى النجم الشاب لامين يامال بتصريح تناول فيه طبيعة المنافسة المنتظرة وأبرز العوامل التي قد تؤثر على مسار البطولة، خاصة في ظل تقارب مستوى المنتخبات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة. قال لامين يامال: إن الحديث عن كأس إفريقيا المقبلة يفرض التوقف عند المنتخب المغربي، معتبرا أن خوض البطولة على أرضه وأمام جماهيره يمنحه أفضلية معنوية واضحة، مشيرا إلى أن الدعم الجماهيري قد يكون عاملا مهما في مثل هذه المنافسات الكبرى. وأضاف يامال أن ذلك لا يعني أن الأمور ستكون سهلة أو محسومة، مؤكدا أن كأس إفريقيا تعد من أصعب البطولات على مستوى المنتخبات، وغالبا ما تشهد مفاجآت غير متوقعة، حيث لا تحسم الألقاب بالأسماء أو الترشيحات المسبقة، بل بما يقدم داخل الملعب. وأوضح أن كرة القدم الإفريقية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وأن الفوارق بين المنتخبات أصبحت محدودة جدا في ظل توفر اللاعبين ذوي جودة عالية وخبرة كبيرة في مختلف المنتخبات، ما يجعل المنافسة قوية منذ الأدوار الأولى وحتى النهائي. كما أشار لامين يامال إلى أن المنتخب المغربي فرض نفسه في السنوات الماضية بفضل مستوياته القوية، وهو ما جعله يحظى باحترام باقي المنتخبات، لكنه في المقابل يواجه ضغطا أكبر بسبب ارتفاع سقف التوقعات وطموحات الجماهير. وختم يامال تصريحه بالتأكيد على أن جميع المنتخبات ستدخل البطولة بهدف التتويج، وأن المواجهات ستكون صعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات، مشددا على أن الفريق الذي يتحلى بالتركيز والهدوء والعقلية التنافسية العالية هو من ستكون له الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف. ويأتي تصريح لامين يامال ليؤكد أن كأس إفريقيا ستظل بطولة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وأن الحسم فيها يبقى مرتبطا بما تقدمه المنتخبات داخل أرضية الملعب، بعيدا عن التوقعات المسبقة. بطولة ينتظر أن تكون قوية ومثيرة وتعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الإفريقية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك ليصلك كل جديد. إلى اللقاء.